ولا ديك الشطاحه ديال سمسمه، ولا حزب تامونت بمفكريه وبعباقرته راهم لبسوا الكوستيم، دوك خروطو ولا عصيد ولا كلاب ولا دوك اللي سماو راسهم الجنرالات، عاود حتى هما جابوا لنا داك الفلسفه الخاويه ديال العلمانيه وكذا. وفي المغرب كلها تصبوا في نفس الهدف، المستهدف الاساسي هو اماره المؤمنين. وماشي نقولوا اماره المؤمنين راه يستهدفوا المؤسسه في حد ذاتها، لا، عندهم خدمه مزدوجه، كيخدموا على مستوى الوعي ديال المغاربه، وكيخدموا على مستوى مؤسسه اماره المؤمنين في حد ذاتها. يعني واحد العمليه ديال العزل، ديال الفصل، ومأثين داك الشيء بالديمقراطيه وكذا وهذه، وانتم راكم فاهمين الاخر. دونك باش نولي للموضوع، هذا السي بن كيران غادي يسمعكم واحد المقطع اللي داروا مع واحد التونسي، اظن انه سميتو شي حاجه الازرق. وعلى فكره هذا التونسي ولا داك عبد الله الشريف ولا داك معتز مطار ولا كلهم بدون استثناء، سواء من كانوا في قطر ومن كانوا في تركيا ومن هم يشتغلون من انجلترا وكذا، كلهم بدون استثناء يعملون لصالح هاد الاهداف الصهيونيه، ماشي غير في المغرب، في العالم باسره. وقلنا هاد الشيء مرارا وتكرارا، قلنا اي واحد يدعو للثوره من منطلقات كدا هذه، وأمام طون كيسوق ديك الفكره على ان هاد الحكام ضعفاء امام الكيان الصهيوني، وانهم يعني كما نقولوا يخذلون شعوبهم. وهاد اللكنه الاسلامويه الحقيقيه، هذه هي اللكنه الاسلامويه، ماشي تاع بن كيران. راه ماشي بن كيران اللي اسلاموي، هادو يخدمون نفس الاهداف ديال الكيان الصهيوني. لان باختصار الهدف ديال الكيان الصهيوني هو التشتيت، هو التقسيم. وهادو راه نفس الشيء، من عبد الله الشريف المعتز مطر لهادو كاملين. وقطر ايضا في حد ذاتها، قطر التي تمارس خبثا إعلاميا وتستثمر حتى هي في الإعلام ومن خلال العلاقات، وكيف أنها كتمشي الدول بعينها وجابت الحركة ديال المقاومة ودارت علاقات مع إيران في إطار أنها تلعب داك الدور ديال، نقولوها بصراحة العبارة، الدور ديال العمالة للكيان الصهيوني والأمريكا. هذا هو الدور اللي كتلعبه قطر باختصار. ولكن على المستوى العام راه قطر دولة شقيقة والإمارات دولة شقيقة، ولكن كل له خبث استراتيجي. وانتم تذكروا الخريطة المقسمة وجرينا عليهم من المغرب ولاو يزاوقوا وكذا. المهم هذا الموضوع يطول، وكتستثمر فيهم قطر في هذه الأبواق، في هذه الضفادع حتى هما الزرق. حتى هما راه لا فرق بين معتز مطر وعمر الشرقاوي، كاينش فرق. لا فرق بين عبد الله الشريف وما بين الصنايبي، والله ما كاين فرق، اقسم لكم بالله العلي العظيم ما كاين فرق. يخدمون نفس الاهداف من الاخر. بون، غادي نسمعكم السي بن كيران، الرجل ديال الدوله. هذا رجل دوله، هذا رجل دوله. سمعون. قناعتنا أن ملكنا أو نجم تعلم أن ملك المغرب هو سليل أسرة تحكم منذ 4 قرون، ورثت الحكم عن مجموعة من الأسر تحكم منذ 12 قرنا. هذا ليس أسرة جديدة. يعني أنت تؤكد إذا ما يقوله الملك الراحل بأن نسله يصل إلى الصحابة. ليش الصحابة؟ هذا بيت من بيوت الشرفاء.
من كبار بيوت الشرفاء في المغرب. ما هذا الذي تقولون؟ وهو أمير المؤمنين. وهو أمير المؤمنين طبعا، وهو أمير المؤمنين في المغرب. العدل والإحسان تقول بأنه هذا لا أمير المؤمنين ولا لا، هذا يهم دابا هذا الحمار ديال الازرق ما عرفش حتى المفهوم ديال امير المؤمنين، غير حمار غير حمار، بحال شي حمره عندنا حنايا في الاعلام البديل، ما عارفين الليف بالزرواطه، ولكن يهضروا وصافي. دابا بن كيران راه غادي يشرح له. ها الإحسان. ادعوهم واسألهم. أنا أؤمن. أنت تقول أنه محمد السادس الآن هو أمير المؤمنين في نعم، المغرب. أنا أقول أن محمد السادس هو أمير المؤمنين في المغرب. يا سيدي، هذا بمنطق ديني أم بمنطق سياسي؟ بمنطق ديني وسياسي. ما هي مواصفات أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية؟ وما هي مواصفات أمير المؤمنين عندك أنت؟ الخلق، الدين، الورع، العلم. ومن قال لك أن هذا غير موجود عند ملكنا؟ من الذي يقول لك هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض. أنتم تذهبون للبحث في قلوب الناس، وأمراء المؤمنين عبر التاريخ مختلفون. كان في عمر بن الخطاب، وكان في معاوية بن أبي سفيان، وكان فيهم المولى إسماعيل، وكان فيهم هذا أمير المؤمنين محمد السادس. أعجبك الحال هذا حقك، لم يعجبك هذا حقك، لكن يجب أن تكون مقتنعا بأن المغاربة. فهمتوا علاش كيحاربوا العداله والتنميه؟ ربطوا شي بشي، لان العداله والتنميه هو الحزب الاكثر تشبثا بمؤسسه اماره المؤمنين، الاكثر تشبثا بمؤسسه اماره المؤمنين. ومؤسسه اماره المؤمنين هي الضامن لوحده هذه الامه المغربيه. شفت مين كتشوف مثلا انت في مكه الامام كيقول الله اكبر، كتلقاهم كالبنيان المرصوص، يقول الله اكبر كل شيء يركع، الله اكبر كل شيء يسجد. الشرعيه الدينيه. والا كيف استطاعت الكنيسه ان تتحكم في الغرب، في الامبراطوريات في الغرب في القرون الوسطى؟ كيف استطاعت ان تتحكم بالدين. نتنياهو دابا من يخرج ويتلو علينا آيات من التلمود، ماذا يستدعي عند هؤلاء الذين يريدون الفرار من الكيان الصهيوني؟ يستدعي عندهم الدين. كيف تأسس هذا الكيان الصهيوني أصلا؟ من مجموعة من العلمانيين لا دينيين كاع، أصلا تأسس بناء على الدين. كيف يرى الغرب تركيا مثلا عندما قدمت الملف لتكون ضمن الاتحاد الأوروبي؟ أقصوها بناء على الدين. عندما يستدعي نتنياهو جانكيز خان ويقول على أنه يستدعي المسألة الدينية، ماذا يحارب عمر الشرقاوي ولا الصنايبي ولا هاد خروطو زوروطو بوروطو من خلال الكلام المبطن الذي نفهمه ولا ينطلي علينا؟ يحاربون الدين. كيف؟ يقول لك إسلام سياسي، بمعنى أنه لا يجب للإسلام أن يكون مقرونا بالسياسة، مع أن الإسلام راه دين ودنيا، راه سياسة، راه أمير المؤمنين يسوس المؤمنين، يسود ويحكم، حامي حمى الملة والدين. ولذلك هناك من تكلم على لا جيوستراتيجي دي ريليجيون. الغرب اليوم ماذا يقول؟ يتكلم عن حضارة يهو مسيحية، لا سيفيليزاسيون جوديو كريتيان، كانت متناحرة، كانت حضارتين مختلفتين. واش كانتا متناحرتين فيما بينهما؟ نعم، حروب طويلة ودماء وكذا. على أساس ماذا؟ على أساس الدين. ديك الحروب كانت على أساس الدين. إذن ما هو المستهدف في المغرب؟ هو دين المغاربة. ومن نهضر على دين المغاربة يأتي فيصور لك الدين على أنه تطرف، ويصور لك حزب ديمقراطي وطني يؤمن باللعبة الديمقراطية ويؤمن باللعبة السياسية على أنه حزب متطرف لا يؤمن بالديمقراطية، وبالتالي وجب عزله عن المشهد السياسي.
ها راك عزلت العداله والتنميه، والعداله والتنميه لا تمثل الدين في المغرب اصلا. ها راك عزلت العداله والتنميه، ماذا بقي لك؟ بقي لك اماره المؤمنين، كونها تمثل الدين في المغرب. وتلقى مع بعض الناس كتهضر معاهم تقول له مثلا قال رسول الله ولا يقول ربنا في كتابه الحكيم. تاع خوانجي انت تهضر لي انا بقى الله قال ايا. علاش؟ لان السياسات ندارت باش يبقى هذا الشعب هذا مسكين يجري على الخبزه ديالو. بنادم في العيد يمشي للبنكه يدير كريدي باش يجيب العيد، لان ترسخ له من خلال بعض التقاليد الغير معقوله، ترسخ له في الذهن ديالو على انه خصو يعيد باش الجيران وكذا وهادي ومسكين وكذا. وراكم شفتوا مساكين المغاربه مشاو يشريو الدواره عباد الله. رئيس الحكومه خلى المغاربه مساكين يشريو الدواره ب 70,000 فرنك، ب 700 درهم، ب 1000 درهم. عباد الله، واش ماشي الحماق هذا؟ واش ماشي الحماق هذا؟ يخلص في الكريدي 11 شهر 10 شهور ويريح ينهج واحد الشهر باش الشهر 12 عاوده يعاود كريدي اخر باش يشري الحولي. حولي شحال داير 7000 درهم، بحال اللي غادي تشري ايركات في المغرب تشريها ب 7000 درهم. تقدر ديك الايركات دير لك مشروع، بمعنى اللي يشري الحولي في المغرب راه بحال اللي غادي يدخل على مشروع. واللحم واصل بشحال؟ واصل 160 درهم. شحال ديال الفلوس مشات؟ 7.6 مليار دولار. فين مشات؟ خرج خونا يوسف حيرج دار التقرير كامل وجابوا من مؤسسات دستوريه كدا، وتحياتي للمؤسسات كاملين. يعني 17 مليار تلقاها في مؤسسه دستوريه، هاد المكتب الصرف تلقاها في مؤسسه دستوريه، كل شيء كاين في المؤسسات الدستوريه ومؤسسات الحكم، كل شيء تلقاه. كاش زعما غطي ولا كدا ولا كل شيء تلقاه. مالو يوسف حيرش عنده مشاكل مع القضاء. واش من ديمقراطيه؟ اش من ديمقراطيه؟ هذا هو المفهوم ديال السرعتين. سرعه غادي بها صاحب الجلاله الله ينصرو، كتشوفها كتلمسها، تشوفها في البنيه التحتيه، تشوفها في المنشآت، تشوفها في كذا. والسرعه الاخرى هي تعرقل السرعه الاولى قصدا. انا من يقول لي شي واحد نمشيو انا وياك للمغرب ويكون يسوق غير بلاتي، نقول له لا ما تمشي معايا، ما نمشي معاك، تبرزطني، غادي ديرونجينا اخويا. واش انا نضرب 120 في لوتوروت نتايا تضرب 70؟ ما يمكنش. بصح واش كيضرب 70 اكسبري باش يعرقلني، باش يديرونجيني، ولا هذاك هو مطحنة خيره؟ هذا هو السؤال. والفهم يفهم، راه كلام هذا، راه ماشي بون. هم على هذا الامر منذ قرون، يسمون ملوكهم امراء المؤمنين، وهم كذلك باعتبارنا ان امه من المؤمنين وهذا اميرنا. قد تسميه ملك المؤمنين لانه يحكم الى الابد. يا استاذ نعم. كلمه امير المؤمنين لعلمك لم تاتي لا في القران ولا في السنه. نعم. هذا اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما كان يقال له يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذا مع الثالث ماذا يقول؟ يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يناسب، فلنختار صفة. قال هذا أنتم مؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين. فصفة ملكنا بصفته أميرا للمؤمنين هذه صفة لا نقاش حولها. أول المسألة الثانية بالنسبة إلينا المسألة الثانية هذه موجودة في الدستور وتضمن الصفة الدينية للدولة. المملكة المغربية دولة إسلامية، هذا موجود في الدستور. من الآخر يعني ماذا تريد أن نخرب بيوتنا بأيدينا؟
هذه دولة إسلامية وملكها أمير المؤمنين، وهذا هو الذي يعطي فرصة للمطالبة بتطبيق كل ما أمكن. يجيك علي ويجيل المنسق الوطني ولا راه الامين العام ديال مشروع حزب تمونت، يقول لك انت عايش في بلجيكا وكتمتع بالعلمانيه وتجي تقول لي في المغرب انا بغي راه دوله اسلاميه ولا. والسي علي ويجيل راه الحمقى ما عمرو يقدروا يديروا حزب، الحمقى ما عمرو يقدروا يديروا حزب. انت عايش في بلجيكا وفق القوانين البلجيكيه والدستور البلجيكي وتحترموه، ووفق الخصوصيات ديال الدوله البلجيكيه، خصوصيات الثقافيه والخصوصيات الدينيه وما هو متاح وما هو غير متاح. ايوا انت في المغرب لماذا لا تعيش في المغرب وفق الدستور المغربي ووفق الخصوصيات المغربيه؟ علاش انت باغي تبدل المغرب؟ انت بحال اللي كتقول لي باغي تمشي للالمان ولا لبلجيكا ولا لفرنسا وتقول لهم اودي حيدوا الصليب بغيناها دوله اسلاميه. راه هذا هو المنطق. المنطق هو هذا. بحال اللي دايره فرنسا، دايره سفير ديال المثليه كيدور في العالم باش يحث الدول على انها تفتح المجال للوبي ديال المثليين. كيقول لهم واحد السياسي فرنسي واش تقبلوا على ان السعوديه دير سفير يجوب الغرب من اجل ان يحث الدول على ترك النقاب مثلا؟ الا قبلتوها راه غادي يكون معنى عند هذاك السفير، يكون عنده معنى. الا ما قبلتوهاش فاعلموا على ان المعركه هي معركه حضاريه، هي معركه فرض نموذج حضاري، لان الاخر الا فرض عليك النموذج الحضاري ديالو صاي. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمت با سيزار ولا ما فهمتش؟ اخويا المحلل الجيوستراتيجي، اخويا سيزار بغيت نقول واحد الهضره، انت راك ما تحلل ما والو اخويا سيزار، اقسم لك بالله العلي العظيم اخويا سيزار عقول بحالك ما عمرو شفت. تعرف اخويا سيزار واش تا انا واش كيعجبني فيك؟ كتعجبني فيك انت، يعجبوني فيك لي تيشيرت ديالك والحطه وديك الهضره الاخر. انت كتبيع غير الصوره اخويا سيزار، والله اخويا سيزار اقسم لك بالله اخويا سيزار الا كتبيع غير الصوره هادشي ما كتبيع. فهم الكلام اللي راني كنقول لك، فهم الكلام، فهموا الكلام المغاربه، ما تغروش بالكلام الاخر. واو اللي طابو. بون نكملوا من الدين الإسلامي لأننا في دولة إسلامية ملك أمير المؤمنين. قد تكون ملكية إسلامية وقد تكون جمهورية إسلامية، لماذا لا تكون جمهورية هذا إسلامية؟ شوف أنا سأقول لك. شفت هاد الخدام ديال قطر عوده، قد تكون ملكيه اسلاميه وقد تكون جمهوريه اسلاميه. اذا انت الهدف فاش كان عندك؟ الهدف كان عندك في اماره المؤمنين الاول، تقول له كيفاش الملك امير المؤمنين، منين جبتها هذه؟ ثم انتقل من مساله اماره المؤمنين والتشكيك في شرعيتها وفي مشروعيتها، انتقل الى مساله قد تكون جمهوريه وقد تكون اسلاميه، وقد تكون ملكيه. وهذه خدامه عليه قطر، خدامه على هاد وجوه الشر هادو. فهمت؟ قد تكون جمهوريه اسلاميه، ولكن الاصل في الحكم راه هي الملكيه. الاصل في الحكم راه ماشي هي الجمهوريه، الاصل في الحكم هي الملكيه. حتى بمنظور ديني الازرق خروطو، يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. ثم ان مساله الملك هي هبه من الله، ماشي مساله اللي هذا موضوع اخر. الذي يقول هذا الكلام لا يعرف التاريخ ولا يعرف مصلحة البلد ولا يعرف المغرب أصلا. أنا قلت لك هذا بلد يعيش ملكية مستقلة منذ 12 قرن، وهو وأسباب استقراره هذه المراجعات التي قمنا بها. نحن لا تعتقد أننا ننكر تاريخنا، نحن كانت عندنا هذه الأفكار في البداية، لكن مراجعاتنا التي لم مش عجبني أنا بن كيران صريح
انسان صريح، انسان انتيغر الي اوتونتيك. والكلام اللي غادي تسمعوا من بعد غادي نقول لكم فين راه الخطوره فيه، والميساج اللي عطاه ولمن عطاه، لان اصلا بن كيران ما وجهش الكلام ديالو صاحب الجلاله. سمعوا. يدخل فيها جهاز ولم تدخل فيها يد ولم يدخل فيها مفكر أجنبي ولا أي شيء، أن المغرب الذي يقوم على الإسلام والملكية إذا اضطربت فيه الملكية لا سمح الله سيدخل في مرحلة عدم استقرار لا يعلم إلا الله. ولهذا فستجد المغاربة يقبلون من السياسيين كل شيء إلا أن يعني يتكلموا في ملكهم. ولهذا أنا لا أريد العودة إلى سنوات الحسن الثاني الراحل السابقة والسجون. هو استقرار. ايش حكاية السجون؟ الله يحفظك ابن كيران، تبارك الله عليك. وهذا الكلام كما قال خويا سمير كان قبل 2011، وهذا عهد العدالة والتنمية الذي لم ينقطع ولن ينقطع. والمغاربة الذين تعرضوا للتضليل الإعلامي سواء في العهدة الأولى ولا في العهدة الثانية من بعد البلوكاج، وهاد الأزلام، هاد الضفادع الزرقاء اللي كتخدم